بسم الله الرحمن الرحيم. من مباراة دوري ابطال افريقيا، الضغط بالنسبة لصن داونز يا مان، التمرير على الناحية اليمين، استلام من ثواني، يمرر الكرة لمارسيلو لاندي وتصويبة. الهدف الاول ياتي لفريق السوبر ستار الافريقي صن داونز في الدقيقة الرابعة يا مان، امام دفاع بالنسبة للنادي الاهلي في التوهان وقمة التوهان. النادي الاهلي ليس هو النادي الاهلي منذ 4 مباريات على التوالي، في حيرة كبيرة امام الاندية الصغيرة والكبيرة. صن داونز على ارضه ستكون المباراة صعبة، وهو الان عنده 7 نقاط ويتمنى الفوز في هذه المباراة امام جمهوره يا مان. ملعب ساعته جماهيرية 50,000 متفرج، وستكون المباراة صعبة للغاية. الهدف الاول ياتي في الدقيقة الرابعة. في بداية المباراة ستنقلب كل الموازين وكل الترتيب بالنسبة للمدربين. كولر في حيرة امام صاحب كهربي بالنسبة للجنوب افريقي صن داونز يا مان. الكرة في منتصف الميدان، يضغط الحارس، استلام وتسلل، بيرسيتا يضغط، علي معلول يباص لمحمد شريف وجول. الله يا قندوسي على محمد شريف، اديله باليمين على يمين الحارس السوبر ستار. حلوة الكورة وهدف التعادل في الدقيقة 12. ستكون مباراة نارية. أنا في البداية قلت ستكون مباراة نارية. يا رب تعدي المباراة دي على خير. الأهلي قادر وبقوة على تحدي أكبر من صن داونز. محمد شريف يلمس الكورة بالقدم اليمنى بكورة من خارج منطقة الجزاء، وهدف بالنسبة يحسب بالنسبة للقندوسي. تمريرة ولا أجمل ولا أحلى. محمد شريف كده 15 هدف في أفريقيا يا مان. محمد شريف ركزوا يا شباب، صن داونز سيضغط بكل الإمكان. الركنية الأولى بالنسبة لصن داونز. يلعب الكورة، تشتيت بالدفاع، استلام وتشتيت، الكرة خطيرة الهدف الثاني ياتي تمريرة من ميفالا الظهير الايسر الى زواني في الدقيقة 18 يا مان. مباراة ستكون مباراة نارية. من سيكون الليدر ومن سيكون في الباي باي؟ هي مباراة صعبة دون اي كلام. ياسر ابراهيم في التوهان ويقول للشناوي انا ماليش اي دعوة يا مان. حرام عليك يا ياسر ابراهيم، وين الدفاع؟ في البداية انا قلت دفاع النادي الاهلي في التوهان. انت بتلعب امام صن داونز يا مان، متخصصين في الاهداف امام النادي الاهلي. صن داونز لا يرحم كبير ولا صغير، على ارضه في وسط جماهيره سيكون الليدر يا مان. الهدف الثاني ياتي بالرقم 18 اللاعب زواني في الدقيقة 23 يا مان. انقلاب الموازين والكورة خطيرة، استلام وتسلم في منتصف الملعب، يعدي ويمرر وخطيرة والتسديد والدفاع يوزع. خطيرة من لاعب، التصويب على المرمى وجول. اللاعب موكونيا رقم 4 في الدقيقة 40 يأتي بالهدف الثالث بالتصويب عابر القارات. يا شناوي، حتى الشناوي أصبح في التوهان. انقلاب الموازين، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يا كولر في مواجهة ستكون الأصعب في تاريخه بالنسبة لنقاط النادي الأهلي. 12 نقاط بين الفريقين. أقصر فوز بالنسبة لصن داونز على النادي الأهلي 5-0 2020. أما النادي الأهلي فاز 5 مرات وتعادل معاهم 4 مرات
تعادل معهم 5 مرات وفاز صن داونز 3 مرات. هذه المواجهة هي الرقم 13 لحد الآن 3-1 على أرض صن داونز أمام تشكيل بالنسبة للنادي الأهلي تحس ان النادي الاهلي اول مره يلعب خارج ارضه. الشناوي والدفاع ومنتصف الميدان في التوهان، ويكفيك يا شناوي ان تشاهد هذا الكوره على بعد كبير يا حبيبي. تسديده من ميكونيا رقم 4 يا مان. الكوره في منتصف الميدان، الاهلي يضغط بكل قوه من علي معلول لبرسيتاو، يعدي ويروح خطيره منطقه الجزاء. برسيتاو يعتمد على نفسه بمهاره فرديه، تمريره ولا اجمل ولا احلى من علي معلول. الله عليك يا برسيتاو. في الهدف الاول ضغط على اللاعب ووصلت الكرة للقندوسي، وبعد كده محمد شريف يأتي بالهدف الأول من علي معلول لبرسيتاو. الله يا ابن المهارة، مهارة فردية. تعال ورايا يا برنس، ويلعب الكرة باليسار، صاروخ في الزاوية اليمين. خطير برسيتاو، هو أفضل اللاعبين يا جماعة، هو أفضل اللاعبين اليوم. برسيتاو ضاري على الموعد والملعب بالنسبة لجنوب أفريقيا، هو السوبر ستار برسيتاو، نجم النجوم دون أي كلام. والنتيجة 3-2 في الدقيقة 72. ركز يا أهلي، الضغط سيكون ناري بالنسبة لصن داونز يا مان. مباراة كبيرة دون أي كلام وخطيرة وجول. تمريرة من نيو ميما لبيتر شلولي. يا الله، اسمك شلولي، انت هتجيب لنا الشله يا راجل. كوره خطيره وهدف الرابع بالنسبه لنادي صن داونز على ارضه امام جماهيره على النادي الاهلي. 4-2 يا مان. بيتر شلولي، وانت بتسكت كمان ويقول لي بيتر. يا شلولي، حلوه يا شلولي. الهدف ياتي في الوقت الخاطئ بالنسبه للنادي الاهلي. وين الدفاع يا شباب؟ ياسر رهيب، محمد عبد المنعم، وينكم يا شباب؟ اخطاء كارثيه في الكتيبه المدفعيه. النادي الاهلي في التوهان. صن داونز نادي كبير، ولكن النادي الاهلي في التوهان. كوره خطيره، محمد عبد المنعم، وجول. اقفلوها بالخمسه، حسبي الله. اقول ايه كمان وكمان؟ حرام عليكم يا لعيبه النادي الاهلي. مش عارف محمد عبد المنعم بيعمل ايه النهارده، ولا ياسر ابراهيم. وين الدفاع يا شباب؟ خطيره الكوره. والهدف الخامس ياتي بالنسبه للنادي صن داونز، يغلب مرتين من طريقه 5-0 ل5-2. خساره النادي الاهلي، نادي القمه ونادي الابطال ونادي التتويج دون اي كلام. ولكن اخطاء فنيه من كولر، واخطاء ساذجه من الدفاع، واخطاء من الشناوي. يكون النتيجه 5-0 يا مان. 5 اليوم و5 في 2020. اكبر نادي احرز اهداف في النادي الاهلي في مباراتين على مدار التاريخ منذ تاسيس النادي الاهلي 1907 يا مان. وللاسف نقول الحمد لله.